السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم إن كنتم صباحا، وأسعد الله مساءكم إن كنتم مساء. يلا حي متابعين الكرام، فيه جملة نسمعها دائما، كنا نتوقع أنها حديث لكن طلع حديث ضعيف، إسناده ضعيف. المقولة هذه وش تقول، أو الجملة هذه وش تقول؟ تقول استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. والحقيقة إن هالجملة هذه يبالك تحطها قاعدة في حياتك دائما قدام عينك. استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، يعني إذا عندك حاجة تبي تسويها، مشروع تبي تسويه، حاجة حلوة مقبل عليها، حاول أنك تكتمها، لا تقعد تقولها لأي واحد، لأن الناس كلها تمنى أنها أحسن البشر، ما حد يبي أحد أحسن منه، هذا طبع في النفس البشرية. وقليل من الناس اللي يتمنى الخير لنفسه ويتمناها لغيره. فممكن واحد يعطيك عين يصقع كلك طايح على راسك، ممكن واحد يضمر لك الشر، ممكن واحد يفسد لك عملك هذا، فيفسد العمل اللي كنت مخطط عليه وكنت ناوي عليه. فلذلك مالك إلا تستعين في قضاء حوائجك بالكتمان. وفيه مثل مصري حلو، مثل شعبي على كيفك، يقول داري على شمعتك تئيد، يعني احرص على شمعتك تبقى منورة لك، أما إذا ما حرصت عليها جاء واحد ونفخها طفاها لك وقعدت بالظلمة. فداري على شمعتك تئيد. المهم ما نبي نطول عليكم، طخوا لنا اللايك وهيا بنا على القصة. القصة حصلت بالمغرب عام 2024 في حد المستشفيات بالمغرب بقسم الطوارئ. ما أدرى والله جاية لهم ذيك العائلة، أب وأم وأخت ومعهم بنتهم الصغيرة ما سكتن بطنها وتصيح. والله دخلت الطوارئ وعلى طول أخذوها وودوها على غرفة العناية وفحصوها الدكاترة، ومن الفحص المبدئي قالوا هذه حالة تسمم، هذه متسممة، أكلت لها شيء مسمم. والله الدكاترة على طول اتصلوا بالشرطة، ما مدى الشرطة تجي إلا البنت قد ماتت، توفت إلى رحمة الله. العائلة هذه من هي؟ العائلة هذه أبو اسمه حيدر وزوجته اسمها حورية، وعندهم 3 أولاد، ولد وبنتين. الولد ما يدخل معنا بالقصة، رجال متزوج ويشتغل في العيون وساكن في العيون، وعندهم بنتينهم الصغار، 2 الباقيات، وحدة اسمها حورية ووحدة اسمها رجاء، اللي هي بطلة قصتنا اللي ماتت بس. المهم الشرطة جت، إلا العائلة تبكي وحالتهم حالة، متفاجئين. قبل شوية البنية ما فيها العافية، شوي ومسكت بطنها وقامت تصيح، على ما وصلوها المستشفى إلا حالة تسمم ما أدري إيش، دخلت العناية إلا يقولون الله يرحمها. الشرطة قالوا لهم يوم شافوا صياحهم وشافوا بكاءهم قالوا بكرة تجونا بالقسم نبي نسألكم أسئلة. المهم جاء اليوم الثاني وجاء الأبو والأم للشرطة علشان يكملون الإجراءات، فقعدوا يسألونهم الشرطة، قالوا علمونا وش اللي حصل، وش أكلت هالبنت هذه؟ قالوا والله وش أكلت الأكل اللي احنا ناكله، أمها اللي سوت الفطور وأكلناه، وأمها اللي سوت الغداء وكلنا أكلناه، وأمها اللي سوت العشاء وكلنا أكلناه، كلنا مع بعضنا، ما فينا أحد إلا وأكل من الأكل اللي سوته أمهم. قالوا طيب وش اللي حصل؟ قالوا والله ما ندري. بعد ما تعشت وعينت من الله خير دخلت غرفتها وأمها راحت تغسل الصحون، وأنا جلست على التلفزيون بالصالة، وجلسنا لنا شوي إلا نسمع صياح رجاء تصيح تقول باطني باطني الحقوني الحقوني. يوم فتحنا غرفتها إلا البنت طايحة على الأرض وماسكة بطنها والتلوى. أخذناها وجبناها للمستشفى
وقالوا لنا حالة تسمم. متأكدين ما كانت شيء معقولة؟ قالوا والله الأكل اللي أكلته هو الأكل اللي احنا ناكله، كلنا مفطرين سوا ومتغدين سوا ومتعشين سوا. قالوا طيب البنت طلعت اليوم راحت منا. قالوا والله من اليوم هذا بالذات ما طلعت أصلا من البيت، وأتوقع بعد أمس كذلك ما طلعت من البيت. يعني إذا جايها شيء جايها بالبيت. والله حققوا الشرطة معهم، حققوا مع العائلة، إلا العائلة يقولون كلهم ماكلين من نفس الأكل. طيب التسمم هذا من وين جاء البنت؟ قعدوا يسألون العائلة، بنتكم مخطوبة لها حبيب تماشي أحد؟ قالوا والله بنتنا لا هي مخطوبة ولا لها حبيب ولا تمشي أحد. قالوا طيب صديقات عندها؟ قالوا عاد صديقات حدث ولا حرج، الصديقات واجد عندها. قالوا نبيكم تحددوا لنا أسماء الصديقات القريبات لها. والله عائلة رجاء على طول قالوا خولة، أكثر وحدة صديقة لها وحدة اسمها خولة. المهم بالكلام هذا طلع تقرير الطب الشرعي، إلا تقرير الطب الشرعي ذاكر إنها تسممت في سم محطوط لها شوكولاتة. يعني واحد معطيها شوكولاتة وكلتها الشوكولاتة والشوكولاتة فيها سم. والله راحوا الشرطة وقالوا نبي نفتش البيت، وفعلا وهم يلقون الشوكولاتة في غرفة رجاء، فيها أحد معطيها شوكولاتة، وشوكولاتة من النوع الفاخر الحلو. وسبحان الله ما أكلت هالشوكولاتة إلا في ذيك الليلة، لأن أهلها قالوا أصلا هي متغدية معنا ومتعشية معنا. يعني فعلا السم من هالشوكولاتة هذه. اسألوا أهلها الشوكولاتة هذه الموجودة من اللي أعطاها لبنتكم؟ قالوا والله ما ندري من اللي أعطاها لبنتنا، ولا ندري إن عندها شوكولاتة، ولا شفناها الشوكولاتة هذيك أبد، ما شفناها إلا الحين يوم فتشتوا البيت. المهم الشرطة قالوا ما فيه إلا واحد معطيها الشوكولاتة هذه يبي يقتلها. والله جابوا خولة خويتها، قال له خولة خايفة وحالتها حالة ومرتبكة وما تدري وش تقول. قالوا نقول لك هدي حنا بس نبي ناخذ منك معلومات علشان تفيدنا بالقضية. علمينا عن صديقتك رجاء. قالت وش أعلمكم؟ قالوا أول حاجة قولي لنا أكثر حاجة يعرفها عن البنات هي البنات، فأنت علمينا. رجاء في أحد تحبه، في أحد تماشيه، لها خوي، لها عدو، صارت لها مشكلة مع أحد؟ قالت والله رجاء لا لها خوي ولا لها حبيب ولا في أحد خطبها، ورجاء أصلا ما تماشي إلا صديقاتها، أنا وفلانة وفلانة وفلانة. المهم قعدوا يسألون خولة هذه. والله بعد ما هدت خولة وتبدأ تسولف لهم، قالوا تذكر لنا مشكلة حصلت لها مع أحد، في أحد عطاها هالشوكولاتة هذه علشان يقتلها، فأنت علمينا إذا في أحد في مشكلة بينه وبينه، حتى لو أنها قبل شهرين أو قبل 3 شهور أو قبل 4 شهور، إذا أي مشكلة حصلت لها مع أحد، مع صديقة لها، مع صديق لها، مع أحد بالشارع. قالت فيه مشكلة حصلت، فيه مرة من المرات واحد قام يعاكسها وأزعجها، ورجاء ما هي راعية السوالف هذه، فراحت واشتكت عليه عند الشرطة. لكن الرجال هذا يوم عرف انها اشتكت عليه عند الشرطة والرجال يجيها وهو يقعد يتأسف منها وخلاص، والله ما عاد اقرب لك ولا عاد اجيك، بس اسحبي شكواك. قالت له متأكد انك ما راح تجيني ولا راح تقرب لي؟ قال والله خلاص لو اشوفك تمشي مع الشارع هذا اني اروح مع الشارع هذا، بس اهم شيء اسحبي هالشكوى اللي علي. قالت وبالاخير رجاء قالت خلاص
تعودها مرة ثانية تغازلني. وراحت رجاء وسحبت شكواها، ومن بعدها الرجال فعلا انقطع عنها، ما عاد قام يعاكسها ولا عاد قام يحتك فيها. هذه الحاجة الوحيدة المشكلة اللي اذكرها حصلت مع رجاء. والله هم سمعوا السالفة هذه وراحوا لها لحقوا معهم يسألونها عن سالفة الولد اللي غزلها هذا، لكنهم تفاجأوا إن الأبو والأم ما عندهم أي خبر عن السالفة هذه، ولا دروا إن بنتهم رجاء مشتكية واحد علشان قاعد يعاكسها. لكنهم قالوا إيش؟ قالوا يمكن إنها ما قالت لأهلها علشان أبوها وأمها ما يتضايقون عليها. المهم الشرطة ما فيه إلا هذا، وهم يجيبونه إلا اسمه حمزة. تعال يا حمزة، تعرف وحدة اسمها رجاء؟ قال إيه نعم، وسمعت إنها توفت الله يرحمها. قالوا تعال يا حبيبي علمنا قصتك أنت ورجاء. قال وش قصته؟ والله لا في لا قصة ولا شيء. رجاء بنت شفتها وعجبتني وحاولت أحتك فيها وعكستها، لكن البنت طلعت ما هي مثل البنات. من أول ما عكستها وهي تروح للشرطة وهي تشتكي علي، ما دريت إلا الشرطة يتصلون علي، تعال نبيك في قضية معاكسة. قال أنا عرفت من هنا وأنا على طول أروح لها. قلت أقول لك عيو من هالمعاكسة هذه كلها، خلاص والله ما عاد أعكسك ولا عاد أقربك. وقعدت أحاول معها وهاديها وأطلبها أنها تنازل عني، وقلت لها خلاص والله ما عاد أقرب الشارع اللي أنت فيه. قالت لي متأكد ما عاد تقرب لي؟ قال متأكد ما عاد أقربك. قالوا بعدها ورجاء فعلا تروح وتسحب شكواها. أنا رجال ما بالشكاوي ولا أعرف الشرطة ولا عمري طبيت شرطة، ما درت إنها المعاكسة هذه تبي تجرجرني عند الشرط. لكن الحمد لله أقنعت رجاء وراحت سحبت شكواها، ومن بعدها لا شفتها ولا شافتني أصلا، حتى الأماكن اللي هي تروح لها ما عاد أقرب لهن. قالوا عموما أنت الوحيد اللي مشتبه فيه في قتلها، يمكن بعد ما سحبتها الشكوى هذه أنك تلاطفتها وإن صارت بينكم علاقة وأنك حبيت تنتقم منها وأعطيتها شوكولاتة فيها سم. يا ناس والله ما أعطيتها شيء، يا ناس والله ما شفتها، من يوم هكا الشكوى دي أصلا كرهت حتى المغازلة. قالوا عاد كرهت المغازلة ما كرهت المغازلة ادخل بالحجز. والله هم يدخلونه بالحجز كم يوم على ذمة هالقضية، ما في أحد مشتبه فيه إلا هو. لكنهم يوم قعدوا يحللون إلا فعلا رجال بينه وبينها شكوى، شلون يبي يهديها حلاو مسموم، وشلون يرجع علاقته معها عقب هالشكوى هذه. المهم استدعوا خوله مرة ثانية وقعدوا يسألونها عن العلاقة اللي بين حمزة وبين رجاء. قالت خوله أنا قلت لكم رجاء اشتكت عليه، لكن هو يبي يحل الموضوع ودي، وجاها وتأسف منها وتعهد لأنه ما عاد يقربها بس إنها تسحب شكواها. ويوم سحبت الشكوى فعلا 3 شهور رجاء ما عمرها ترتهلي. تقول الرجال تأدب. قالوا طيب حنا سألنا أبوها وأمها عن هالشكوى هذه يقولون ما يعرفون عنها. قالت إيه نعم، هي ما علمت لا أبوها ولا أمها، لأنها ما تبي تنكد عليهم وما تبي أبوها يخاف عليها، أخاف يحجزها من الطلعات والروحات والجيات. فالموضوع هذا ما جابت سيرة لأبوها وأمها عنها بالدبل. المهم بعد ما أخذوا شهادة خولة هدوا حمزة هذا، قعدوا يحققوا مع صديقاتها وحدة وحدة، حاد صديقاتها كثير، لكن ما وصلوا لأي خيط يوصلهم للشخص اللي ممكن يكون عطاها الشوكولاتة هذه. قالوا ما فيه إلا نبحث عن ماضي رجاء.
ونرجع نحقق مع أبوها وأمها مرة ثانية وأختها الكبيرة في ماضي رجاء. المهم رجعوا مرة ثانية للعائلة وقعدوا يحققون معهم. تعالوا سولفوا لنا عن رجاء الشهر اللي قبل وفاتها، وش كانت تسوي، وش كانت مشغولة فيه، وين كانت تروح. المهم من خلال الأسئلة ما دروا إلا أختها تقول، قالت رجاء أصلا كانت منشغلة، رجاء طلع اسمها بالقرعة الأمريكية وكانت مشغولة وفرحانة بطلوع اسمها بالقرعة الأمريكية. وعلى فكرة اللي ما يعرف القرعة الأمريكية، هذه قرعة أمريكا تسويها كل شهر إبريل، يعني زي الشهر اللي طاف هذا، كل سنة ياخذون 50,000 مهاجر من جميع أنحاء العالم في موقع تدخل عليه وتدخل بياناتك وتنتظر نتيجة القرعة، يطلع اسمك وتروح تسوي مقابلة بالسفارة الأمريكية وتسافر لأمريكا وتاخذ حاجة يسمونها الجرين كارد، وبعد سنتين أو حولين تقريبا تحصل على الجنسية الأمريكية، فيسمونها القرعة الجنسية الأمريكية. فرجاء قدمت بالقرعة هذه وطلع اسمها. طبعا كثير من الناس يتمنون يحصلون على الجنسية الأمريكية لأن حياتهم تبي تنقلب فوق تحت، رايحين لأغلى بلد في العالم. المهم رجاء زي ما قلت لكم فرحانة ومستانسة، وكانت تحضر أوراقها وتجهز نفسها لمقابلة السفارة. قالوا الشرطة ليش ما قلتوا لنا الكلام هذا من قبل؟ ليش ما علمتونا عنه؟ والله ما جاء له طاري، لأن كثير من الناس تقدم على القرعة هذه وتطلع أساميهم. قالوا الشرطة لا يا حبيبين، هذه هي مربط الفرس، رجاء أكيد إنها مقتولة حقد والله غيرة علشانها نجحت بالقرعة الأمريكية. المهم اسألوا أهلها، طيب سافرت خلال هالشهر هذا؟ قالوا والله قبل أسبوع سافرت للرباط تجهز أوراق لها، وقعدت لها كم يوم بالرباط وجت. قالوا قعدت كم يوم بالرباط؟ من قعدت عنده؟ قالت أمها قعدت ببيت عمتها أخت أبوها. قالوا ببيت عمتها عندها عيال عندها بنات؟ قالت إيه عندها بنتين وكلهن كبر رجاء من عمر رجاء وصديقات لها، كل ما راحت للرباط لازم تجلس ببيت عمتها وعند بنات عمتها هناك. والله الشرطة من أول ما عرفوا الشيء هذا وعرفوا الرجاء ناجحة بالقرعة الأمريكية وأنها كانت مسافرة للرباط وقعدت عند بنات عمتها وبنات عمتها من عمرها، كأنهم حلوا القضية. والله على طول وهم يستدعون العمة وبناتها، ويوم جابوهن إلا البنت الصغيرة واسمها فوزية ومن عمر رجاء، ومن أول ما جت إلا البنت مرتبكة وحالتها حالة وما هي على بعضها. والله هم يحققون معها. قال بس علمينا ليش قتلتيها؟ والله فوزية تعترف، قالت أنا اللي تسوونه كله فيني أستاهله واستحقه، لكني أنا سويت هالشيء هذا وأنا ما أدري شلون سويته. أنا من أول ما دريت الرجاء نجحت بالقرعة الأمريكية وأنا وياها مقدمات سوا، كلنا مقدمات مع بعضنا على هالقرعة هذه، وكلنا حلمنا أن نروح لأمريكا ونستقر في أمريكا. لكن يوم طلعت النتيجة إلا أنا اسمي ما طلع، وما دريت إلا رجاء تتصل علي وتقول أبشرك اسمي طلع بالقرعة الأمريكية. من بعدها ما أدري وش اللي جاني. وشوفوا سبحان الله حقد النفس البشرية، بنت عمتها احقدت عليها، ما بينهن عداوة ولا بينهن شيء، بنات عم ويحبن بعض وصديقات، بس إنها الغيرة ونار الغيرة وش تسوي؟ وش معنى بنت خالد تروح لأمريكا
وأنا أقعد هنا؟ وش معنى هي تنجح بالقرعة وأنا ما يطلع اسمي بالقرعة؟ قالت ومن بعدها حقت، ما أدري شلون أمنعها ما تروح لأمريكا، أبيها تقعد مثلي هنا في المغرب. قعدت أفكر، ماني متخيلة أشوفها في أمريكا. قالت وآخر شيء فكرت فيه، فكرت إني أقتلها، لكن شلون أقتلها؟ ما فيه إلا بسم. وفي يوم من الأيام ما دريت إلا هي تتصل علي وتقول لي أنا بجي للرباط وأجهز أوراقي علشان إذا رحت للسفارة أخذهم معي. قلت لها أهلا وسهلا وتعالي وأنا أساعدك وأنا أجهز الأوراق معك. قالت وجت وقعدت عندنا بالرباط كم يوم تترجم أوراقها وتجهز أوراقها. وأنا فكرت شلون أقتلها، ما فيه إلا أقتلها بالسم وما أقتلها هنا، أبيها تموت عند أهلها والله في مكان. رحت واشتريت شوكولاتة فاخرة من النوع الغالي وحطيت فيها السم، وتعمدت إني ما أعطيه إياه لين تركب القطار. قالت قعدت كم يوم عندنا بالرباط، جهزت أوراقها فرحانة أنها تبي تروح لأمريكا وخلاص تبي تأخذ الجنسية الأمريكية والدنيا تبي تصير زينة لها. قالت وخلصت أوراقها ووصلتها لحد القطار، ويوم ركبت في القطار هديتها الشوكولاتة، قلت هذه يا رجاء هدية لك شوكولاتة كوليها وتسلي فيها بالطريق. قالت وعطيتها الشوكولاتة. رجاء أخذتها الشوكولاتة هذه على أساس إنها هدية حلوة من بنت عمتها من صديقتها وحبيبتها واللي تمنى لها الخير، وأخذت الشوكولاتة. لكن سبحان الله ما أكلت منها وهي بالقطار، وصلت لحد المدينة اللي هي عايشة فيها وهي ما فتحت الشوكولاتة. ويوم جت البيت حطت الشوكولاتة في ذاك الدرج وقعدت كم يوم ما أكلت منها، إلا سبحان الله في ذاك اليوم اللي راحت به المستشفى أدريها بعد ما تعشت وراحت غرتها شافت الشوكولاتة وقعدت تأكل منها، وسبحان الله صارت هي نهايتها. المهم بنت عمتها فوزية اعترفت بجريمتها وتبكي بحالتها حالة وتقول أنا سويت كذا، ما أدري شلون سويت كذا. المهم أني من عرفت الرجاء تبي تروح لأمريكا صابني بلا، ما أبيها تروح رغم أنها ما سوت لي شيء، وبنت خالي وصديقتي من يوم طلع لها الدنيا وحنا أصدقاء، وصحيح أنا ساكنة في مدينة ثانية لكن على تواصل دائم، أخبارنا عند بعض 24 ساعة. لكن سبحان الله زي ما قلت لكم النفس البشرية الغيرة وما تسوي. والله قدمت فوزية للمحاكمة ويحكم عليها بالسجن 30 سنة. وشوفوا سبحان الله، صحيح استعينوا بقضاء حوائجكم بالكتمان، حتى أقرب الناس لك حاول أنك لا تسولف له إلا واحد عاد متأكد 100% أو 1,000,000% أنه يضمر لك الخير. بنت عمتها تضمر لها الخير لكن ما هي متصورة أنها تشوف رجاء في مكان أحسن منها، فسممتها بلا شعور منها. ولي هنا انتهت قصتنا ونقول لكم في أمان الله.